اهلا بيكم. الجو بدأ يظبط، درجة الحرارة بدأت تهدى شوية، بقى في هوا ظريف ممكن يقابلك. بقيت يعني في انتعاشة بسيطة كده عن الفترة طبعا اللي فاتت اللي احنا كنا مقضيينها مع الحر. بس في شوية تعليمات بسيطة جدا لازم نخلي بالنا منها. خلي بالك ان مقابلتك للهواء في وشك وانت راكب البايك بتاعك ليها عوامل تأثير على جسمك كبيرة جدا. اول حاجة منها، لو انت في ناس بتمشي بقى تقول لك الله ده الجو كويس انا مش هلبس الخوذه، اصل الخوذه هتعرقني، اصل الدنيا هتعمل، ما بيلبسش خوذه ولا يلبس نظاره وماشي منتعش بالهواء. الموضوع ده خطر جدا على عينك لانه بيدخل تراب وبيعمل جفاف للعين. مقابله الهواء للعين فتره طويله بتعمل جفاف في العين، هتبص تلاقي بعد فتره عينك متاثره بالموضوع جدا بسبب الحركه دي. تاني حاجه، الهواء اللي مقابلك في صدرك ومقابلك في وشك بيعمل اجهاد ليك، اجهاد طاقه ليك. يعني انت هتبقى ماشي مستمتع في شويه دول، بس هتوصل للمكان اللي انت واصله بص تلاقي نفسك همدان. انت مش عارف ايه السبب. هو السبب في الهواء الكتير اللي قبلك اللي انت عشت بيه ده. الهواء ده عمل اجهاد ليك، اجهاد للجسم. فلازم تبقى لابس الفيست بتاعك، لازم الخوذه تبقى ملبوسه، وبعدين الخوذه لازم تتلبس طول ما في شمس. هي بتحميك من ضربه الشمس، يعني انت ممكن ما تحسش بيها، بس لما توصل هتلاقي نفسك اتأثرت بحرارة الشمس اللي فوق دماغك. الخوذة مهما كانت هي بتعزل جزء زي الكاب اللي انت بتلبسه كده وانت نازل في الشمس بالراحة كده. هي الخوذة بتعمل ده بعيدا عن السيفتي وايز اللي انا بتكلم، اللي هي الوظيفة بتاعتها الأساسية. انا بتكلم في ان هي بتحمي جسمك من عوامل الهواء والتراب اللي بره. فلازم الفيست بتاعك، لازم الجلافز يبقى موجود، لازم الخوذة، لازم نظارة تبقى مغطية عينك كويس جدا وما بيدخلش منها هواء. ده حاجه اساسيه لازم تخلي الناس تخلي بالها منها، خصوصا ان الجو بدا يبقى كويس. طبعا هنختار لبس خفيف، الوان فاتحه عشان تعكس الشمس. لازم يبقى معانا المايه بتاعتنا، لازم تشرب مايه كويس قوي قبل ما تطلع الرايد بتاعتك. لازم تعمل سبوت بوينت لو انت المسافه طويله، خصوصا في الاجواء اللي احنا فيها اليومين دول. كل سنه وانتم طيبين، الصيف موجود بقى وطلعات كتير وبتاع، فخلينا نوصل مبسوطين ومتظبطين ومش همدانين. كل سنه وانتم طيبين.